اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. تعالوا النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض الكيكة الاقتصادية الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده آخر جمال زي ما انتم شايفين كده، بيضة وهشة ومقاديرها طلعت مظبوطة بالظبط. عشان نعرف عملنا الكيكة الجميلة دي ازاي، يلا نذكر الله ونصلي على الرسول ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بالله عليكي ما تبخلي باللايك والاشتراك. يلا بينا نعرف عملنا الكيكة الجميلة دي ازاي. الاول معانا المقادير بتاعتنا النهاردة، هي عبارة عن ايه يا ام كريم؟ عبارة عن ايه؟ نص كيلو من الدقيق منخول كويس جدا، واتنين عدد من البيض وعليهم كيس فانيليا، ومعلقة كيك شيف، كوبايتين من اللبن، كوباية ونص من السكر، مج من الزيت. الأول معانا الخلاط، هنبدأ وصفتنا النهاردة. هنضيف الأول مج الزيت أو كوباية الزيت، هنزل عليها بكوبايتين اللبن. بنضيف السوائل الأول طبعا عشان الخلاط يضرب معاكي بسهولة. يبقى نزلنا بكوبايتين اللبن، عليهم كوباية ونص من السكر، عليهم اتنين عدد من البيض وكيس فانيليا. هنضرب كل الكلام الجميل ده مع بعض كويس جدا. ومعايا هنا نص كيلو الدقيق، هنزل عليه بمعلقة كيك شيف او بيكنج باودر، وهننزل عليهم وهنصب عليهم الخليط اللي عملناه مع بعض، وهنقلب في اتجاه واحد. وده القوام اللي احنا محتاجينه، ما شاء الله اللهم بارك. مقدار مظبوط جدا ومكونات مظبوطة، وطلعت نتيجة هايلة اقسم بالله. معايا الصينية دهناها دهنة من الزبدة ورشة دقيق عشان الكيك ما يلزقش منك. هننزل بالخليط. طبعا الفرن مشغلينه اول ما بدأنا ان احنا نعمل الكيك على درجة حرارة 180. هندخل الصينية على الرف الاوسط، هتاخد معاكي بالظبط ساعة الا ربع. طبعا ما تختبريش الكيكة غير بعد نص ساعة من الوقت عشان ما تهبطيهاش تاني. ودي كانت النتيجة بتاعت الكيك، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا احنا في الشتاء كلنا عارفين ان في بالليل كده ناس بتبقى جعانة. فما شاء الله عملنا الصينية الحمد لله اللهم بارك بألف هنا وشفا، مفضلش منها اي حاجة عشان جميلة ومظبوطة. تختبري سوى الكيك بعصاية الخلة زي ما انت شايفة كده، طلعت معاكي ناشفة ونضيفة. يبقى الكيك كده تمام استوى. طبعا انا بقطعها معاكم وهي سخنة جدا، يعني يدوبك طلعتها من الفرن وقطعتها معاكم زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجمال؟ طبعا هي سخنة مش عارفة امسكها بايديا، بس حبيت اوريها لكم اول ما طلعتها من الفرن. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك وتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. ربنا يجعل لنا قبول بين عباده اللهم امين. كيكة اقتصادية جدا وهشة جدا جدا وعلى قد ايدينا، ما شاء الله اللهم بارك. وبأقل الامكانيات عملنا احلى حاجة حلوة نسد بيها طبعا جوع الليل. شايفين ما شاء الله؟ ودايما خلي المعيار بتاع الدقيق السكر والدقيق والمية او اللبن اللي هتعجني بيه يبقى كوباية واحدة بمقاس واحد تعايري بيه عشان الوصفة بتاعتك تطلع ناجحة ان شاء الله. يا سلام بقى مع كوباية شاي بلبن، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.